مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين وبألف خير، يا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد وكنتوا مبسوطين وما زهقتوش من كتر اكل اللحم. وحشتوني جدا جدا، يا ريت تقولولي قضيتوا العيد في ايه وعملتوا ايه، سافرتوا ولا قضيتوها هنا؟ وبجد افتقدت التصوير معكم والكلام جدا جدا. رجعنا بقى بعد الاجازه بكامل طاقتنا وحماسنا، ومجهزه ليكم الفتره الجايه حاجات هتعجبكم قوي. طمنوني عليكم عملتوا ايه في العيد، ويلا بينا وبدون رغي كتير نبدا الفيديو النهارده. وانا عن نفسي ما عملتش اي حاجه في العيد. اول يوم رحت، حتى ما صليتش العيد يا ربي. اول يوم رحت عند حماتي، وبعد كده قضيت بقى تاني وتالت في تجهيزات العزومه، لان كان عندي عزومه كبيره قوي لأهلي وحبايبي رابع يوم العيد، فكنت بحضر لهم. المهم حضرت كده سندوتش بسيط وسهل جدا. حبيت ان انا اعمل سندوتش مختلف النهارده. كان عندي قيصرايه كده موجوده في كيس العيش، فقلت ان انا اعملها واتخلص منها. فحطيت فيها جبنه كريمي وجبنه رومي وحته لانشون، وحطيتها في الساندوتش ميكر واتحمصت كده شويه، وعملت كوبايه شاي بلبن. طبعا الكوبايه دي انا بعشق كوبايه الشاي بلبن دي، لازم اشربها في اليوم عشان كده تعدل مودي. وحطيت كده بسكوت كده بالعجوه، بس ما اكلتش منه، ما كانش ليا نفس خالص. نزلت بقى ان انا اشتري شويه حاجات. اشتريت كده شويه حاجات كانت ناقصاني، وبجد اللحمه كانت شكلها طازه وحلوه قوي. ما اشتريتش حاجات كتير، انا اشتريت النواقص اللي كانت ناقصاني والحاجات اللي انا محتاجاها. المهم عايزه اقول لكم بجد ان الايام اللي جايه دي هصور لكم فيديوهات حلوه قوي، وهشارك معاكم يومياتي. انا النهارده ابتديت ان انا اشارك معاكم اليوم بتاعي. انا عايزه ان انا ارجع بقى التصوير تاني والشغف تاني، اللي انا اقوم واصور واشارك معاكم اليوم. محتاجه منكم ان انتوا تشجعوني. المهم بقى عملت النهارده الغدا بقى بتاع العيد المتين. عملت لحمه وفته، بجد كانوا طعمهم حلو جدا. غسلت الرز كويس جدا وصفيته، وحطيت معلقه كبيره من السمنه في الحله، وابتديت ان انا اشوح كده الرز كده تشويحه بسيطه، اللي انا انشف الميه اللي فيه. ونزلت عليه قالب من الماجي، وابتديت ان انا ادوبها كده مع الرز وانا بشوحه علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات وانت بتاكليها. ونزلت عليه بالميه المغليه. انا بجد بعشق الماجي، وخاصه الماجي اللي بالخضار، بجد بتدي للاكل نكهه حلوه جدا، وبتبقى فيها مزازه كده حلوه قوي، تحس ان هي بتبقى عليها ليمون. نزلت بقى بكميه ميه مناسبه، وابتديت ان انا اقلب كويس لحد ما اتاكد ان الماجي دابت تماما علشان ما تضايقنيش واحنا بناكل. سبته بقى يغلي وهديت عليه النار، وابتديت ان انا اعمل العيش المحمص الجميل اللي انا مميزه بيه، وبجد بيبقى طعمه خطير. انا بحب عامه الفته بتبقى فيها العيش الناشف، ما بحبش ان انا انشف او احمص العيش مع كده ابله. طب انا بنشفه ليه من البدايه؟ بحب ان انا احمصه، وخاصه العيش الابيض ده. قطعته كده بالمقص قطع صغيره، ما قطعتهوش كبيره لان كمان انا هفتفته على قد المعلقه. المهم ابتديت بقى ان انا افرطه كده مع بعض، يعني ما خلوهوش لازق في بعضه. وفي زيت حطيت العيش، وابتديت ان انا اقليه. هو ما بياخدش وقت خالص في القلي، دقايق وبتلاقيه استوى. على ما العيش يتحمص قلت بقى ان انا اعمل الصلصه. قطعت كده طماطم، وابتديت ان انا اضربهم في الخلاط، وجبت الحله وحطيت فيها 4 فصوص توم مفرومين، او على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. وابتديت ان انا احط عليهم كده شويه صغيره من الكزبره، وشوحتهم كلهم مع بعض مع معلقه سمنه. بجد كان طعمها تحفه. وابتديت ان انا اشوحهم بالشكل ده، واول ما تشوحوا وشميتي كده ريحه الثوم والكزبره، انزلي عليهم بشويه خل. يا نهاري، عايزه اقول لكم بجد يا ريت ان انا كنت اقدر اوصل لكم الريحه، بجد كانت خطيره. واول ما طشيت كده الثوم بشويه خل، هنزل عليه بعصير الطماطم. انا يا جماعه ما بحبش اصفي الطماطم، بحب كده احطها كلها على بعضها. ابتدي بقى اقلب كده الطماطم، واحط عليها معلقتين من الصلصه، وهبهرها بشويه كمون وملح وشويه سكر، والتوابل بقى اللي انت عايزاها. حطي فلفل اسمر، حطي بابريكا علشان تخليها كده لونها احمر وحلو. انا اكتشفت بجد يا جماعه ان الطبخ ده طلع سهل جدا، وبجد يعني هي شويه مقادير وشويه توابل بتحطيها على بعضها، بس لازم يكون عندك حس تذوقي. ومش عيب انك تسالي. انا لحد النهارده بسال على فكره، وبتعلم حاجات كتير. انا ما كنتش بدخل المطبخ خالص، بس فجأة بجد لقيت نفسي اللي انا حبيت المطبخ، وبقيت بحب اللي انا اطبخ وافتكس واطلع كده شكل الطبق شكله حلو. وانتوا فاهمين الاحساس ده؟ بجد 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 انتوا لازم تتعلموا كل حاجة تعملوها بايديك، ولازم تكوني عندك حس فني وحس تذوقي في المطبخ. المهم نرجع لوصفتنا. ما لقيتش اطباق
تليق على الأكلة دي. طلعت الأطباق اللي بتبقى عليها كاو بالشكل ده، قلت اللي هي مناسبة جدا للأكلة دي. فالمهم العيش اللي أنا حمصته هبتدي بكده اللي أنا أفتفته كده تكسيرة بسيطة، ومش هبله، أنا هخليه كده هو بس هيطرى تطرية بسيطة مع السخونية بتاعة الرز. وحطيت بقى عليه كده معلقة صغيرة من الصلصة برضو تديله كده طعم حلو، وهنزل بقى عليه بالرز. عايزه اقول لكم بجد ان الاكله دي كانت وحشاني جدا، وبجد انا الصلصه مميزه فيها، بتبقى طعمها خطير. هي سهله جدا وبسيطه، وبجد يعني زي ما قلت لكم لازم يبقى عندك حس تذوقي وتشجعي وخشي المطبخ وغلطي طلعي الوصفه، مش زي ما انت عايزه مره واتنين وتلاته. هتتعلمي وهتطلعي احسن الوصفات، ومش عيب انك تتعلمي ومش عيب انك تغلطي، بس اهم حاجة ان يبقى عندك اصرار انك توصلي للدرجة اللي انت عايزاها. شوحت بقى جنب اللحمة ستيك، جنب اللحمة شوحت جنب الفتة ستيك. حبيت ان انا اعمل كده لحمة مختلفة، ما حبيتش ان انا اسلقها. انا عامة ما بحبش اي حاجة مسلوقة، ولا فراخ مسلوقة ولا لحمة مسلوقة ولا اي حاجة مسلوقة. انا بحب الحاجات تبقى متحمرة او مشوية اكتر كمان. المهم بس دي الوصفة بتاعتنا النهاردة، يا رب تعجبكم وكل سنة وانتم طيبين. وعايزاكم تقولولي انتوا رحتم فين في العيد وعملتوا ايه، وهل سافرتوا ولا لأ، ولا قضيتوا العيد في البيت زي حالاتي. انا بحب عامة احضر العيد بالذات مع اهلي ومع الاسرة ومع العيلة، وبعد العيد بقى اخرج، لان العيد بجد بيبقى زحمة جدا. بس كده، هستنى رأيكم في الكومنت وتكتبولي كلمتين حلوين، وسلام.